السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. ازيكم يا اخواتي يا حبايبي يا اولى اعدادي، عاملين ايه؟ يا رب تكونوا بخير. بسم الله والصلاة والسلام على رسول الله. رب اشرح لي صدري ويسر لي امري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي. اللهم انفعني بما علمتني وعلمني بما ينفعني وزدني بك علما. النهارده حصتنا تطبيقات النسبة والتناسب، ده الدرس الثاني اللي هو مقياس الرسم. احنا عندنا تطبيقات النسبة والتناسب 3 دروس. اول درس مقياس الرسم، ثاني درس التقسيم التناسبي، ثالث درس تطبيقات النسبه المئويه. باذن الله النهارده هناخد اول درس من تطبيقات النسبه والتناسب، وهو يا باشمهندس مقياس الرسم. يلا بينا نبدا، بس قبل ما نبدا ما تنساش تشترك في القناه وتفعل زرار الجرس وتشير الفيديو مع كل اصحابك علشان يوصلك كل جديد. يلا بينا نبدا، بسم الله. بيقول لك لو عندنا 5 سم في الرسم بيساوي 120 سم في الحقيقه. يعني انا لما اجي اصورك بالتليفون، انت طولك متر ونص، هتكون في التليفون حوالي 10 سم. فعاوزين بقى نسبه وتناسب بين صورتك في الرسم او في الصوره الى النسبه في الحقيقه. هنعمله يا باشمهندس نسبه وتناسب. بقول لك عندنا 5 سم في الرسم بيساوي 120 سم في الحقيقه. طب مقسمين على الخمسه هيدينا 1. طب مقسمين على الخمسه هيدينا 24. يبقى 1 سم في الرسم بيساوي 24 سم يا باشمهندس في الايه؟ جدع، في الحقيقه. بعد كده بقى قانون مقياس الرسم، قانون سهل خالص. مقياس الرسم الطول في الرسم على الطول في الحقيقه. يبقى مقياس الرسم الطول في الرسم على الطول في الحقيقه. بس هو الدرس كله القانون ده. مقياس الرسم الطول في الرسم على الطول في الحقيقه. مقياس الرسم الطول في الرسم على الطول، جدع، في الحقيقه. يلا بقى ناخد مثال بقى على طول يا باشمهندس. بيقول لك إذا كانت المسافة بين مدينتين 80 كيلو، دي المسافة الآن مين شاطر اللي هو المسافة الحقيقية، جدع. والمسافة بينهما على الخريطة. يا باشمهندس يعني إيه خريطة؟ عندك في الدراسات المسافة بتكون على الخريطة، يعني مسافة في الآه، يبقى مسافة للمسافة على الرسم، جدع. 4 يا باشمهندس سنتي. أوجد مقياس الرسم لهذه الخريطة. هنكتبه قانون مقياس الرسم. تقول لي يا باشمهندس محمد مقياس الرسم هيساوي الطول في الرسم على يا باشمهندس الطول في الحقيقة. طيب الطول في الرسم كام؟ مين الشاطر اللي هيقول؟ 4 سم على الطول في الحقيقة 80 كيلو متر. 80 كيلو متر. هل يا باشمهندس ينفع سنتي مع كيلو؟ طب عايزين نحوله بقى من كيلو متر لسنتي، نعمله ايه؟ تعالوا انا اقول لك. عندنا يا باشمهندس الكيلو متر في كم متر؟ مين الولد الجدع اللي هيقول معايا؟ في 1000 متر. طيب المتر في كام سنتي يا باشمهندس؟ في 100 سنتي. يبقى من كيلو لسنتي هنعمله ايه؟ هنضربه في 1000 وهنضربه في 100. يبقى من كيلو لسنتي هنضربه في ايه يا باشمهندس؟ في 100,000. يبقى هنضربه في ايه؟ في 100,000. تمام. يبقى ال 80 دي هنضربوها في كام عشان نحولها لسنتي؟ هنضربها في 80,000. يبقى الأربعة تنزل زي ما هي يا باشمهندس على 80 في 100,000، يعني 5 أصفار. يبقى 1 2 3 4 5. يبقى كده يا باشمهندس أنت حليت صح. يبقى النسبة 4 على 80,000. طب اختصر على 4 فيها الواحد على 4 دي 8 مليون على 4 تدينا مين شاطر اللي هيقول؟ 2 مليون يا باشمهندس. وبتتكتب كده 1 إلى 2 مليون. سهلة ولا صعبة؟ سهلة خالص، ده أسهل درس عندك في المنهج. مقياس الرسم هيساوي الطول في الرسم على الطول في الحقيقة. مقياس الرسم هيساوي الطول في الرسم على الطول في الحقيقة. هتروح تجيب الطول في الرسم والطول في الحقيقة، لازم يكونوا الوحدتين متشابهتين. يعني لو بالسنتي يبقى الثانية بالسنتي، لو بالمتر يبقى بالمتر، لو بالكيلو يبقى بالكيلو. تمام. شوية ملاحظات بقى. بيقول لك لو كان مقياس الرسم أكبر من الواحد أو أصغر من الواحد. لو كان أكبر من الواحد يبقى مقياس الرسم للتكبير. لو كان أصغر من الواحد مقياس الرسم للتصغير. أكبر تكبير، أصغر تصغير، سهلة. طيب هنا
هنا مقياس الرسم اكبر من 1 للاصغر، ده 1 على 2 مليون يعني اصغر، يبقى مقياس الرسم للايه؟ جدع، للتصغير. بس ده الدرس، هناخد كمان شويه امثله يبقى ايه نخلصوا الدرس. يلا بينا. عندنا بقى بعد كده يا باشمهندس اللي هيقول لك اوجد الطول الحقيقي او الطول في الرسم. احنا قلنا مقياس الرسم بيساوي الطول في الرسم على الطول في الحقيقه. هو كان بيطلب مقياس الرسم، طب افرض طلب الطول في الرسم او الطول في الحقيقه، نعمل ايه؟ يلا بينا ناخده مثال. بيقول لك اذا كان مقياس الرسم على الخريطه 1 إلى 500,000 وكانت المسافه بين مدينتين على الخريطه هي 3 سم، اوجد المسافه على الحقيقه. هنكتبه قانوننا. تقول لي يا باشمهندس مقياس الرسم هيساوي الطول في الرسم على الطول في الحقيقة. طيب مقياس الرسم هو مديهولنا، نكتب 1 على 500,000 هيساوي الطول في الرسم. الطول في الرسم بكام؟ ب3 سم. على الطول في الحقيقة هو عاوز الطول في الحقيقة. بس تكتب القانون واللي يوديه لك في المسألة بتحطه مكانه، والمجهول هو عاوز طول في الحقيقة يبقى تكتب طول في الحقيقة. طب افرض كان عاوز طول في الرسم هيكون مديك الطول في الحقيقة، يبقى هو بيديك معطيين ويطلب التالت. تمام يا باشمهندس؟ المسافة في الحقيقة بقى، الطول في الحقيقة هتساوي، يبقى الطول طرفين في وسطين، 1 في طول في الحقيقة، يبقى الطول في الحقيقة، الطول في الحقيقة هيساوي 3 في 500,000 هتساوي يا باشمهندس 15، هتساوي 1 مليون، مليون ونص. مليون ونص ايه؟ مين الشاطر اللي هيقول؟ مليون ونص سنتي، سنتي. طب عاوزين نحولوها للكيلو، هنقسمه على 100,000، يبقى هنحطه كام صفر؟ 5 اصفار يا باشمهندس، يبقى هتدينا 15 كيلو متر. يبقى المسافة في الحقيقة 15 كيلو متر. مثال 2، ملعب كرة قدم بحيث إن يمثل ملعب كرة قدم إن كل 1 سم في الشكل يمثل 4 أمتار في الحقيقة. أوجد مساحة الملعب الحقيقية. سؤال سهل خالص، بيقول لك كل سنتي في الرسم بتساوي 4 متر في الحقيقة. طيب بص يا باشمهندس، احنا عندنا ده أول حاجة شكله إيه؟ لازم نكون حافظ بقى إيه؟ المساحات. مساحة المستطيل، مساحة المستطيل هتساوي الطول في العرض. بتساوي الطول في ايه يا باشمهندس؟ طول في العرض. طيب هو بيقول لك كل سنتي في الرسم بيساوي 4 متر في الحقيقه، يبقى اول حاجه هنجيب الطول. الطول 24 سنتي، 24 سنتي في الرسم. طب هو في الحقيقه بيقول لك كل سنتي مثلا بنضربه في 4، كل سنتي بيساوي 4 متر في الحقيقه، يبقى 24 سم في 4 كده هنجيبه الايه؟ هنجيبه الطول. يبقى الطول كام يا باشمهندس؟ 96 متر. طيب العرض 16 هنضربه في كام برضك؟ في 4. جدع، يبقى 16 في 4 بكام؟ ب 64 متر. اذا جبت الطول في الحقيقه والعرض في الحقيقه، يبقى مساحه المستطيل الطول في العرض 96 في 64 يا باشمهندس. وهتكتب المساحه بالايه؟ بالسنت ولا بالمتر؟ 96 في 64 هتساوي 6144. مين الشاطر اللي هيقول بقى نكتبه هنا؟ مين اللي قال سنتيمتر؟ غلط، متر مربع. ليه؟ عشان دي مساحه يا باشمهندس، يبقى 6144 متر. درس سهل ما فيهوش اي حاجه. في حته بتاعت استخدم بالمسطره، هيكون مديك مثلا خط كل بيمثل لك على الرسم، وانت هتاخده حقيقي ده ما لهوش ايه قيمه ثابته، هنحلوه باذن الله في التمارين. بس درس سهل. مقياس الرسم الطول في الرسم على الطول في الحقيقه. لو عاوز طول في الرسم هيديك 2 واطلب الثالث، لو انت عاوز طول في الحقيقه هيديك 2 واطلبه. بس يا باشمهندس تعمل طرفين في وسطين. والحته الاخيره بتاعت التمثيل سهله خالص، كل 1 سم بيساوي 4 في الحقيقه، يبقى هاخد الطول واضربه في 4 واخد العرض واضربه في 4 ومساحه المستطيل الطول في العرض. بس درس سهل وبسيط مش محتاج اكتر من كده. باذن الله نزلك حصه الحل، حصه قويه، حل اهم الاسئله. ما تنساش تشترك في القناه وتفعل زر الجرس علشان يوصلك كل جديد.
والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.